أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج الكلام مع منال. زي ما عودتكم دايما ان اهتمامي كبير جدا بالشباب، والحلقة النهاردة مهمة جدا لكل الشباب اللي عايزين يكونوا مؤثرين في حياة نفسهم وعيلتهم ووطنهم. ضروري جدا تتفرجوا معانا على الحلقة للآخر. وعشان كده معانا ومعاكم طالب في مدرسة ستيم هنا، الطالب معاذ. اهلا، ازي حضرتك يا ازي معاذ؟ حضرتك يا دكتور؟ عامل ايه؟ اخبارك الحمد لله ايه؟ كله تمام. طبعا انت مش اول مره تكون معانا يا معاذ، والحمد لله نجحت بتفوق، بس انت دايما عندك ابجريد لنفسك، دايما متفوق ودايما بتطور من نفسك، وعشان كده انت معانا تاني النهارده علشان نعرف ايه اخبارك. ازي حضرتك يا دكتور؟ هو انا الاول كده احب اعرف نفسي ان انا معاذ سلامه، طالب في مدرسه ستيم قنا، او اللي هي مدرسه المتفوقين بالعلوم والتكنولوجيا بقنا. انا فاوندر بروجكت جرين بروتين. جرين بروتين ده البروجكت بتاعنا اللي احنا دخلنا بيه مسابقات علميه. المسابقات العلميه دي بتكون ان انت البروجكت بتاعك بتقيم من خلال دكاتره في المجالات اللي انت البروجكت بتاعك فيها. البروجكت بتاعي ده دخلت فيه كذا مسابقه زي ما قلت لحضرتك، اهمهم طبعا ايسيف، اكبر مسابقه علميه في مصر ويعتبر في العالم كله. هي بتتنظم في مصر وبعد كده بتروح للجلوبال بقى، بتسافر امريكا لو انت اتاهلت. قدرت اوصل فيها لحد الفاينل في مصر، كنت من احسن 3 تيمات في المجال البلانت ساينس او العلوم النبات يعني. دي كانت اول مسابقه دخلتها، كانت بدايه البروجكت بتاعي خالص. بعدها دخلت مسابقه ثانيه، تيك انوفيشن، كانت في مجال الاجري تك، لان انا البروجكت بتاعي طبعا تبع مجال الزراعه وفي نفس الوقت التكنولوجي. فانا دخلت مجال الاجري تك وقدرت اوصل ان انا اخد المركز الاول الحمد لله في المسابقه دي على مستوى الجمهوريه. بس برضه ما وقفتش هنا، كانت اهم حاجه ان انا اكمل واخش المسابقات اللي بعدها. دخلت مسابقه ثانيه اللي هي ان يو بايو تالنت، ودي مسابقه بتتنظم من جامعه النيل، وخدت فيها المركز الاول في المسابقه كلها. عموما هي مسابقه كانت عن البايو تكنولوجي، والبروجكت بتاعنا البايو تكنولوجي والبلانت ساينس، فانا الحمد لله قدرت اخد فيها المركز الاول. طيب انا عايزه اعرف بقى، انت في مدرسه ستيم انا، والمدرسه دي طبعا للمتفوقين بالذات، ازاي الطلبه اللي شايفينك دلوقتي، الشباب اللي شايفك دلوقتي، يقدر يعمل زيك، يقدر يقدم للمشروعات دي، يقدر يحمس نفسه؟ يعني انت عمال بتقول انا قدمت المسابقه، طب ما هم الشباب ممكن يكونوا مش عارفين الطريق، ازاي تدلهم من اول اعدادي ولا هو نعمل ايه؟ هو اهم حاجه ان انت تكون اصلا عندك الفكره، هتجيبها من اول اعدادي طبعا يكون احسن بكتير قبل ما تخش ثانوي. انت يكون معاك وقت تطور من نفسك، تطور من فكرتك. الفكره اول حاجه ان انت لازم تدور على مشكله فعلا المجتمع بيعاني منها. فانت لو عندك المشكله دي المجتمع بيعاني منها وهتقدر تحلها، هو ده البروجكت بتاعك اللي انت تشتغل عليه. اول حاجه مثلا انا البروجكت بتاعي بحل مشكله المخلفات النباتيه اللي موجوده في مصر، بدل ما تتحرق او تلوث البيئه او تفضل كده ملهاش لازمه، احنا بناخدها نحاول نستخرج منها البروتين ده بدل ما يبقى محروق، احنا بناخده نحوله لبروتين مركز الانسان يقدر يستفاد منه ان هو ياكله. وطبعا بيكون بسعر رخيص جدا عن فرق اي حاجه ثانيه. يعني احنا بنقدر ننتج تكلفه انتاج ال 100 جرام اقل من 20 جنيه، يعني احنا ممكن انتاج 100 جرام بروتين صافي اقل من 20 جنيه. انت قلت كلمة حلوة قوي، اللي هو ندور على مشكلة بيعاني منها المجتمع. وده الكونسبت اللي المجتمع ماشي بيه اصلا، ده الكونسبت اللي كل المتفوقين ماشية بيه، اللي هو دور على مشكلة بيعاني منها المجتمع او بيحتاجها المجتمع، محتاج لها. زي مثلا بتوع الماركتينج، بتوع اي مجال بندور على حاجة محتاجها مجتمعك، مش انت تروح في حتة والدنيا احتياجاتها في حتة. خلاص الافكار القديمه دلوقتي احنا تطورنا بافكارنا، ان احنا في احتياجات انت بتلبي الاحتياجات دي، مش انا دكتور، انا مهندس، انا كذا، لا، انت تشوف ايه الاكتر حاجه محتاجها مجتمعك وتعملها. لو ما لحقتش تجيب مجموع عالي تدخل طب، تدخل هندسه، لا، ده انت محتاجين لك في حاجات زي اللي معاذ بيقولها كده. ولازم نطور بقى من افكارنا كجيل جديد، في كمبيوتر وفي انترنت وفي كل الحاجات دي كلها، لازم نطور بقى من افكارنا. وانا طبعا مبسوطه بيك جدا يا معاذ زي ما انت عارف. طب ايه السكيلز بقى اللي هو الطالب المفروض يطورها في نفسه علشان يحذو حذوك كده بقى؟ هو انت في الاساس طالما انت عرفت المشكله وحددتها، المشكله دي طبعا لازم تكون زي ما قلنا ريليتد بالمجتمع، المجتمع بيعاني منها فعلا. يعني اكيد مثلا مش هتجيب مشكله ان في انخفاض في الحراره، احنا مثلا ما عندناش انخفاض حراره، فاكيد مش هتحل المشكله دي. انت هتحل المشكله فعلا ريليتد بالمجتمع. بعد ما تحدد المشكله بتاعتك لازم تاخد سكيلز معينه. السكيلز دي
هي دي اللي انت لازم تشتغل عليها عشان تطور البروجكت بتاعك. يكون عندك مثلا برزنتيشن سكيلز، انت تعرف تقدم البروجكت بتاعك، تتكلم كويس. يكون عندك ليدرشيب سكيلز، ان انت لو معاك تيم تعرف تقودوا للهدف بتاعكم اللي انتوا عايزين تعملوه، او اللي انتوا بتوصلوا لحاجه معينه سوا. طبعا كل الكلام ده لازم يكون عندك تيم ورك سكيلز، انت بتعرف تشتغل في تيم وكل الكلام ده. وبرده اهم حاجه الناس ممكن بتهملها هي الكوميونيكيشن سكيلز. الكوميونيكيشن سكيلز اللي انت تقدر تتواصل مع الناس. انت لو ما تعرفش تتواصل مع الناس، فانت البروجكت بتاعك مهما كان قوي، مهما عملت حاجه مفيده، انت مش تقدر توصل للي انت عايزه، مش تقدر تاخد الفكره بتاعتك لحته احسن من اللي انت فيها دلوقتي. بس هي دي اهم حاجات اللي انت لازم تكون عندك. وبرده طبعا حاجه اللي هي برده اهم، كل الناس بتركز عليها دلوقتي وهي فعلا مهمه، اللي انت تطور الانجليزي بتاعك. الانجليزي صح. بتاعك ده اللي هيفتح لك مجالات في كل حته. انت عايز تاخد كورسات في اي حته في العالم، كورسات دوليه، عايز تقدم على اي منحه، لازم اهم حاجه عندك الانجليزي. تبدا بالانجليزي، بعد كده تبدا تطور كل الحاجات الباقيه. يعني لا، انت ودلوقتي الدنيا سهله قوي، اونلاين، كل حاجه بالظبط. اونلاين. ده انت ممكن تاخد كورس من اكبر جامعه واونلاين، يعني الدنيا سهله. هي بالظبط، طالما انت دلوقتي في فتره ان كل حاجه بقت اونلاين وكل حاجه تقدر تعملها من البيت، كل حاجه سهله، فانت خليك مع التطور ده. هتفضل تتعلم الانجليزي. الانجليزي ده لازم زي ما قلنا اهم حاجه. بعدها هيفتح لك مجالات، كل المجالات. انت طول ما انت معاك انجليزي، المجالات الباقيه كلها موجوده، هتتعلم منها بقى السكيلز اللي احنا قلناها دي، انت تاخد بيها شهادات. يعني الحمد لله خدت شهادات في السكيلز اللي انا بقول عليها دي من جامعات بره مصر، مع اني موجود في مصر عادي. بس اهم حاجه ان انت لازم تكون واخد معاك الانجليزي بتاعك، عشان هو ده اللي هيساعدك ان انت تاخد الكورسات دي او تتعلم حاجات جديده. ايوه، انا عارفه كمان ان انت ليك نشاط تطوعي هايل، يعني ممكن تكلمنا عن نشاطك هو التطوعي؟ بالظبط، هو التطوع برضو من الحاجات اللي انت لازم تخليها موجوده في الكارير بتاعك، او ان انت تشتغل عليها برضو. ليه؟ لان انت دلوقتي المجتمع زي ما قلنا محتاج انت تعمل حاجات تفيد المجتمع. في حاجات اساسيه في التطوع كلنا عارفينها، مثلا زي انت تتطوع في مؤسسات معينه، انت تكون بتفيد المجتمع، اللي هي بتعمل اطعام مثلا للناس، بتوزع ملابس، بتنظف الشوارع. الحاجات دي تطوعت فيها طبعا. وبرضو في جزء تاني احنا الناس ما بتهمله، اللي هو ان احنا لما تتطوع ممكن تتطوع مع مؤسسات برضو، اللي هي تنظم ايفنت يفيد الناس، تعمل حاجات زي كده. انا دلوقتي طبعا برضو زي ما قلت لحضرتك بنظم ايفنت اسمه تيدكس نيو كايرو. الايفنت ده اللي احنا بنساعد فيه الشباب برضو زي ما قلت لحضرتك في كذا لا، حاجه. كلمنا عن الايفنت ده. اه الايفنت ده اللي احنا بنساعد الشباب في مجالات معينه. الايفنت بتاعنا حاليا في البيزنس. ايه تيدكس؟ هو تيدكس ده تبع تيد، اللي هي الشركه العالميه اللي بتنظم ايفنتات في كل حته في العالم. فاحنا خدنا تصريح ان احنا ننظمه في مصر تبع ستيم نيو كايرو. وده اللي احنا بنعمله دلوقتي، ان احنا وطبعا كل ايفنت لازم يكون ليه السيم بتاعته، او اللي هي الحاجه اللي بيقدمها في الايفنت ده. احنا الايفنت بتاعنا مختص اكتر بالبيزنس والتكنولوجي، ان احنا جايبين دكاتره الجامعه فعلا، وناس عندها خبره، وناس انفلونسرز كل الناس عارفاها ان هي فعلا تقدر تفيد الناس دي. احنا جايبينهم كسبيكرز يتكلموا مع الناس الاودينس اللي احنا هيحضروا الايفنت. فبس هو دول اللي احنا هنحضره يعني. ايه الهدف منه؟ يعني الهدف ان انت توصل للناس ايه؟ ان احنا هنوصل طبعا ان احنا تطور السكيلز بتاعك. لو انت مهتم بالبيزنس، تعرف ازاي تبدا شركتك صح. مثلا لو انت مهتم، انت عندك مثلا اختراع زي اللي انا مثلا بعمله ده، جرين بروتين. هو دلوقتي بالنسبه لي ايه، مجرد مشروع علمي صغير بتخش بيه مسابقات وكده. لا، انت مثلا عايز تاخد الخطوه اللي بعدها. الخطوه اللي بعدها ان انت مثلا تتعلم البيزنس، ازاي تحول البروجكت بتاعك لشركه فعلا حقيقيه، وتبقى بالنسبه لك البيزنس بتاعك اللي انت شغال عليه. وبرده زي ما قلت لحضرتك التكنولوجي، ان انت دلوقتي احنا في زمن ما ينفعش انت تبقى فاضل قاعد على الحاجات بتاعت زمان. انت لازم تفضل تطور من نفسك في التكنولوجي، في كل حاجه. التكنولوجي دلوقتي هي اهم حاجه اصلا في كل حاجه ليها علاقه بالبيزنس. انت دلوقتي كل البيزنس اللي جايه معتمده على التكنولوجي دي، ان انت تكون متعلم حاجات في الاي اي، تكون متعلم حاجات في الكمبيوتر عموما بشكل عام يعني، والبرمجه. اكيد ده لازم. موضوع الكمبيوتر زي ما قلنا، السكيلز اللي ننميها زي ما هننمي اللانجوج بتاعتنا، لازم الكمبيوتر سكيلز، لازم دي مهمة جدا جدا. كل حد يقدر النهارده يعملها، وبرده دي سهلة، وبرده اونلاين، وبرده بدل ما انت بتستعمل الكمبيوتر للجيمز وللحاجات دي، لا، استعملها بقى في حاجة مفيدة، حاجة يعني تفيدك وتفيد شغلك وتجيب لك فلوس وكل الكلام ده كله. انت دورك ايه بقى في هو الايفنت؟ انا من البي ار مانجر بتاع الايفنت، ان انا دلوقتي بننظم الايفنت. انا المسؤول عن ان احنا نتواصل مع طبعا معايا تيم، اكيد مش بعمل كل الكلام ده لوحدي. معايا تيم ان احنا بنتواصل مع السبيكرز اللي احنا عايزينهم يحضروا، مع الفي اي بيز اللي هيحضروا، الفي اي بي جيست. الناس دي كلها اللي هي المفروض تحضر الايفنت. طبعا الناس دي مهمه، لازم مش اي حد يتواصل معاها، لازم نكون عارفين بالظبط هنكلمهم ازاي، نوصل لهم ازاي يقدروا يوافقوا على فانت حاجه زي اللي كده. بتتواصل مع الناس دي؟ بالظبط، وانا اللي احنا بنقدم العروض، ازاي نعرف ان الايفنت ده اصلا محتاج مين بالظبط ان احنا نجيبه. بيكون عندنا طبعا بلان اي، بلان بي، بلان سي. كل الناس دي يكونوا عارفين مثلا السبيكر بتاعنا هيجي في وقت كذا، ننظم الايفنت بشكل عام يعني.
وما شاء الله انت عندك كام سنه يا معاذ؟ 17 الحمد لله. 17 ما شاء الله. بادئ المواضيع دي كلها من وانت كام سنه؟ هو انا بدايتي خالص كانت اول ما دخلت ستيم، يعني انا قبل ما اخش ستيم كان عندك كام سنه؟ دخلت هي مدرسه ثانوي، فانا دخلتها كان عندي 15 سنه. بدات بقى اطور من نفسي، بدات طبعا بالسكيلز زي ما قلت لحضرتك، المدرسه اصلا بتساعدنا في ان احنا نطور الانجليزي، فانا خدتها كسبب ان انا ابدا اتطور في حاجات كتير. الانجليزي ده ساعدني طبعا في ان انا اقول زي ما قلت لحضرتك اعمل السكيلز الباقيه اللي هتفيدني في التطوع، هتفيدني في المشاريع اللي انا بعملها، واخش مسابقات. هي دي الحاجات اللي احنا كنا بنعملها في ستيم. ستيم دي بتعلمك اللي انت اصلا كده كده عندك في المدرسه مشروع بتعمله كل ترم. المشروع ده بيكون اصلا ان انت بتعمل مشروع علمي يحل مشكله في المجتمع، بس بيكون ليه متطلبات معينه بتحددها المدرسه ان انت تعمل البروجكت ده، وبرضه بتراجع من دكاتره الجامعه في اخر السنه في معرض. فهو ده اللي كانت بدايه اللي انا ابدا اطور نفسي. ان انا جربت وغلطت طبعا في الاول، كنت بجيب درجات اكيد مش احسن حاجه في الاول. بعدين الاول دلوقتي تطورت في الحاجات دي، البروجكت بقى اقوى، بقيت اقدر اعمل الحاجات دي من نفسي. طبعا البروجكت بتاعي زي ما قلت لحضرتك ما خدتوش من مثلا اول مره دخلت بيه نجحت بيه، لا انا طورت كل مره كنت بتاهل بيه كنت بعمل حاجه اتطور اكتر عشان اتاهل من المره اللي بعدها. لان برضو مسابقه ايسيف اللي انا بدات فيها دي هي بتبقى كذا مرحله. الدكتور اللي بيقيمك في اول مرحله غير اللي بيقيمك في ثاني مرحله غير اللي بيقيمك في ثالث مرحله. انا كنت بما اني مدرستي في ستيم هنا كنت قيمت الاول على مستوى هنا وعلى مستوى المدرسه، بعدها قيمت على مستوى الجمهوريه في تقييم اونلاين. بعد تقييم الاونلاين ده بيكون في تقييم للفاينل، بتروح تعرض البروجكت بتاعك برضو قدام دكاتره، كل الحاجات دي قدام دكاتره، وكل المسابقات الثانيه برضو لازم تكون قدام دكاتره متخصصين في المجال اللي انت بتعرض فيه. هايل بصراحه ما شاء الله. يعني من صغرك دي برضو حاجه مهمه قوي يا جماعه، مهمه قوي 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 ان تعلموا ولادكم الكلام ده. دلوقتي بيتعلموا على فكره البرمجه اطفال. يعني عندي اطفال في العيله بيتعلموا البرمجه من 6 سنين. من 6 سنين. مش تدي ابنك التابلت ولا اللابتوب ولا وات ايفر بتديله الحاجات دي ان هو بس كده بيلعب جيمز، لا خلاص. ده انت لو ما خدتوش بالكم من النقطه دي هتبص تلاقي نفسك لوحدك، ابنك بعيد قوي عن اصحابه. ما شاء الله مدرسه ستيم انا دي من المدارس الرائعه ومن الحاجات. هي بقى لها قد ايه المدرسه دي؟ بقى لها كام سنه تقريبا؟ ستيم بشكل عام كلها هي كمدرسه متفوقين، هي طبعا نظام حكومي. النظام ده بدا في 2013 او 2013 ده من اكبر الانجازات بالظبط. هو مدرسه ستيم هنا تحديدا فتحت 2019 وانا كنت دفعه 2024 دخلنا، وهنتخرج ان شاء الله 2027. ما شاء الله هايله مدرسه. ومدرسه الضبعه النوويه والمدارس دي بتخرج عباقره، وده الحقيقه من الحاجات اللي حديثا استحدثت في البلد، ومن اهم الانجازات اللي يمكن الجيل بقى بتاعي ما كنتش عارفه، لان انا اولادي خلاص خلصوا تعليم فما كنتش اعرف عنها. عرفت عنها من الشباب اللي انا دايما بستضيفهم معايا في البرنامج. وعايزه كل الناس تعرف عن المدارس دي واللي زيها علشان نعرف قد ايه في تطور احنا ممكن نكون مش مدركينه، لان فعلا انا بعتبرها من اهم الانجازات. وهنروح بقى فاصل ونرجع مع معاذ سلامة والتطور اللي بيحصل مع الشباب. ورجعنا لكم تاني، والطالب معاذ سلامة في مدرسة ستيم هنا. وزي ما قلت الهدف من الحلقة اني اعرف الجمهور ازاي ابنك او ازاي انت كشاب او ازاي انت كطفل حتى نخليهم يواكبوا العصر، ولاننا بجد عندنا اطفال متميزة ومتفوقة بس عايزين نعرف الطريق، فما نسيبش ولادنا يلعبوا وخلاص. معاذ عايزاك برضو زي ما قلنا هدفنا نعرف الجمهور، فعايزاك تتكلم عن المدرسة وعن ازاي الطالب بقى الام. انا ام اهو ابني مثلا رايح اخلص الاعداديه ومتفوق، ازاي اتقدم واعمل ايه؟ هو الاساس ان ستيم ليها شروط معينه لازم الطالب يكون محققها قبل ما يخشها. هي الشروط دي دلوقتي ان انت لازم تكون جايب فوق ال 260 في السنه في اعدادي، في ثالثه اعدادي. وانت تكون برضو دلوقتي هم بداوا دلوقتي يهتموا بان انت تكون واخد مسابقات على مستوى الجمهوريه في المشاريع العلميه، تكون واخد مسابقات، تكون واخد في المسابقات الثقافيه في الحاجه، او تكون واخد في الرياضه. ده من اعدادي اصلا دي هتزود فرصتك للقبول، بس هي طبعا مش حاجه اساسيه. الحاجات الاساسيه ان انت تكون جايب فوق ال 260%، فوق 260 من 280 للاسف بس. واللي انت بعدها هتقدم على المدرسه 260 من 280. بعدها هتقدم على المدرسه هتعمل لك ليها كذا فرع.
هي ليها يعتبر فرع في كل محافظه في مصر، ليها فروع كتير وفي ما شاء الله. في الجيزه اكتر من فرع عادي. اه وهي يعني كترت المدرسه ما شاء الله. والولاد وبنات، فهي ومصاريفها قليله، مش هي لازم اعرف كام، بس يعني هي مصاريفها قليله جدا جدا جدا، لانها مدرسه حكوميه مش خاصه. بالظبط. هي مدرسه اصلا منحه من الدوله يعني للمتفوقين او اللي هم جايبين درجات عاليه في ثالثه اعدادي وحابين ان هم يكملوا في الطريق ده يعني. هي ليها زي ما قلنا الشروط، بعد الشروط دي انت لو محققها هتروح تقدم ورقك، بعدها لازم تعمل اختبار قبول. اختبار قبول ده بيكون 4 مواد: الانجليزي، العلوم، الرياضه، وبيتعمل لك اختبار ذكاء. لازم تعدي تجيب درجه معينه، ان انت تكون من اول 1500 ولاد على الاختبار ده او 1500 بنات على الاختبار ده عشان تتقبل في مدرسه معينه. بعد ما تتقبل اللي بعدها دلوقتي لازم يتعمل لك انترفيو من المدرسه عشان يعرفوا انت اصلا مؤهل انت تخش المدرسه ولا لا. بعد الانترفيو ده انت هتحضر المدرسه. نظام بقى المدرسه ايه، او انت ليه اصلا الشباب المتفوقه اللي كانت في ثالثه اعدادي تقدم عليها. احنا النظام بتاعنا مدرسه داخلي. احنا من حتى دلوقتي انا مثلا من محافظه الجيزه وبروح مدرستي في قنا، احنا بس عشان بكون قاعد في السكن هناك عادي. المدرسه مدرسه داخلي. احنا الدراسه عندنا مش دراسه عاديه ان احنا بندرس مناهج نفس مناهج ثالثه ثانوي العاديه او ثانوي عام. لا، احنا عندنا مناهج تانية بتكون اصلا مناهج اجنبيه ودراسه بالانجليزي، مناهج مش مناهج مصريه. بيكون معتمد على البحث العلمي اكتر. يعني انت مش مثلا عندك منهج معين انت بتدرسه، لا انت عندك كونسبت معين لازم تبحث عنه. رائع رائع. وده الكونسبت بتاع الاجانب اصلا اللي هو خلاهم يتفوقوا ويعملوا كل ده. فبصراحه يعني حاجه جميله جدا والله انا سعيده. سعيده بيك وسعيده بالمدرسه وسعيده بكل اللي بيحصل ده طبعا. وبعد بقى ما بيقدم كام سنه دراستها؟ هي 3 سنين عادي زي ثانوي عام. بس احنا عندنا بيكون في كل ترم انت مش بس بتمتحن، انت بتمتحن امتحانات عاديه وامتحانات عملي وميد ترم، وبيكون عندك مشروع. المشروع ده لازم تسلمه كل اخر ترم، وبتراجع طبعا من دكاتره زي ما قلت لحضرتك. بيكون ليه متطلبات معينه انت تعملها، ويكون برضو بتحل ايه مشكله معينه موجوده في المجتمع. هو ده الكونسبت بتاع المدرسه. انك إن لازم تحل مشكله، تقدم لنا مشروع بيحل مشكله للمدرسه. لا وكمان ما حسيتش ان الدنيا صعبه عليك وانت بتدرس مثلا في اعدادي؟ انا بتتلقى العلم وبتحطه في الورق. انت بقى دلوقتي بتفكر وبتخترع وبتعمل كل ده. حسيت الدنيا صعبه عليك ولا كانت ممتعه؟ هو اكيد كده في البدايه بتبقى صعبه. انت اول ما تخش المدرسه انت الموضوع بالنسبه لك غريب. يعني انت دلوقتي اول مره تتعود على طريقه المذاكره دي، اول مره تدرس بالانجليزي. في الاول بتبقى صعبه، ولكن بالظبط بعدها خلاص كل حاجه هتبقى سهله ويبقى بالنسبه لك ممتعه طبيعي. كمان ده طبعا اكتر بكتير من المدرسه العاديه. ممتعه طبعا. انا يعني ممتنه ليك وممتنه للدوله ان هي عملت مدارس جميله زي كده. وشكرا لكل الشباب اللي زيك. وزي ما قلت الحلقه الهدف الرئيسي بتاعها تعرفوا ان في حاجات جديده زي كده في البلد، او هي مش جديده قوي لكن ممكن ناس كتيره ما تعرفهاش. وسعدت بلقائك يا معاذ، وبشكرك جدا وبشكر الجمهور، وان شاء الله استناكم الحلقه الجايه.